بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا كنت فتحت طاولة الفينيسيا بالطريقة اللي هي امسح الجيميلات اللي متسجلة على الجهاز، واعمل محو بيانات لخدمات جوجل والمتجر اللي هو جوجل بلاي والكلام ده. دلوقتي انا خلصت ال3 ايام ولعبت على طاولة فينيسيا. تمام، النهاردة اليوم الرابع اتقفلت. طيب، هل هنرجع نفتحها بنفس الطريقة اللي أنا أقعد أعمل محو بيانات وأقفل جميع الجيميلات اللي موجودة عندي على الجهاز؟ لا يا جماعة، بالنسبة للناس اللي زي حالاتي اللي الجيميلات بالنسبة لهم مهمة هيتضايق من الموضوع ده. طيب، هنفتح بطريقة سهلة خالص ونتخطى الخطوتين التانيين دول. والطريقة هي دلوقتي أنا لما باجي أشتريها بيقول لي فتح لي الجيميل بتاعي الأصلي، وفتح لي 2 الماستر كارد اللي أنا مسجلهم دول، طبعا فيهم رصيد بنكي حقيقي. طيب، احنا هندفعهم برصيد؟ لا طبعا، احنا هنفتحهم مجانا، بس الطريقة هتختلف وهتبقى سهلة عن الطريقة الأولانية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشرح. اول حاجه هنحتاج البرنامج ده، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف، والبرنامج دوت وهسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف برضه. اول حاجه بنفتح البرنامج ده ونضغط هنا على اضافه المزيد من التطبيقات. تمام، اول حاجه بنضيفها هنا جوجل كروم، تاني حاجه الجيميل، تالت حاجه عندنا متجر بلاي، رابع حاجه اللعبه. بعد كده بنضغط الاضافه ونضغط تشغيل. تمام، يبقى احنا كده ضفنا الجيميل، المتجر، جوجل بلاي، جوجل كروم، و8 بالدول. دلوقتي جاري الإضافة، ننتظر معاه لحد ما يضيفهم، وبعد كده نبدأ في الخطوة التانية، وهو برنامج ال VPN اللي سايب لكم الرابط المباشر في الوصف. تمام، بعد ما نضافوا معانا بالشكل دوت هنسيبهم وهنرجع لهم تاني. بس الأول هنروح للبرنامج بروكسي ماستر، نضغط عليه. نضغط هنا فوق على تخطي سكيب. تمام، ظهر لنا هنا السيرفر، نغير السيرفر، تشينج سيرفر. تمام، بنختار هنا سيلفر امريكي ونحاول نخليه اقل رقم. هنا 223، هنا 162، هي 155. نختار اقل رقم وهو 155. بنختار اقل رقم ليه؟ عشان بيكون معلهوش ضغط كتير، وان شاء الله بيلقط بسرعة اسرع من اي سيرفر تاني. يعني مثلا لو السيرفر ده هياخد دقيقة، السيرفر التاني مثلا هياخد دقيقة ونص او دقيقتين. احلى حاجة في البرنامج دوت ان هو مش بيقولك فشل، هو بيحاول لحد ما يلقط، ما بيكتبلكش فشل الاتصال. هو بيحاول الاتصال باكتر من سيلفر موجود في السيلفر، يعني السيلفر الواحد فيه اكتر من سيلفر، وهو بيجرب
ويخرج ويجرب ويخرج اوتوماتيك لحد ما يلقط مع واحد منهم، وما بيخرجش الا لما بيلقط مع واحد. تمام، بنصبر عليه شوية، مش مشكلة يطول، احسن ما يقولك فشل. يعني البرنامج دوت ما بيقولكش فشل، هو بيطول معاك شوية بس في النهاية بيلقط. لو السيلفر مشغول او عليه ضغط، اول ما بيفضى بيلقط على طول. تمام يا جماعة، كده خلاص لقط. كده السيلفر لقط وظهر هنا العلامة ديت. تمام، كده هو كونكتد. الخطوة اللي بعد كده هنرجع للبرنامج ده تاني، نضغط عليه بالشكل دوت وندخل على كروم. نضغط هنا القبول، تسجيل، الدخول. تمام، بنضغط هنا على إنشاء حساب. نضغط لنفسي. هنا بنختار الاسم. طبعا يا جماعة بنختار الاسم، اسم مش أي أرقام ولا أي حروف ولا الكلام ده. بعد هنا بنكتب رقم الهاتف للتأكيد. أول ما بيجي الرمز بيخش أوتوماتيك. هنا بنختار اليوم والشهر وتاريخ الميلاد كامل. وبعد كده بنضغط التالي. هنا بنكتب الجيميل اللي هندخل بيه. بعد كده بنضغط التالي. هنا إنشاء كلمة مرور. هنا لما بنعمل إنشاء كلمة مرور بنكتب الرقم ونأكد عليه، ويكون كلمة مرور قوية، مزيج من الأحرف والأرقام والرموز. بعد كده بنضغط على موافق. وافق. تمام، كده الحساب اتعمل معانا واحنا مغيرين السيلفر لسيلفر امريكي. كده لحد دلوقتي يا جماعة احنا ماشيين تمام.
بعد ما عملنا حساب الجيميل تمام امريكي، ندخل هنا ونفتح المتجر من هنا. نسجل فيه الجيميل بتاعنا لو هو متسجل خلاص تمام. ندخل على طريقة الدفع أو طرق الدفع، نضغط على إضافة بطاقة ائتمان. بعد ما ضغطنا على إضافة بطاقة ائتمان هنروح نفتح في الصفحة ديت، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف. في كود هنكتبه هنا، والكود هو عبارة عن، هسيب لكم برضه في الكود في الوصف. الكود هو عن 489 504 489 504 489 504 تمام. بعد كده بنضغط هنا بالشكل دوت، بيظهر لنا اكتر من فيزا، بنحدد فيزا منهم بالشكل دوت ونضغط نفس تمام. بعد كده بنروح هنا بالشكل دوت ونضغط هنا لاسك. هنا بنكتب، هنا بيطلب منك الشهر MM وYY يعني الشهر والسنة. طيب فين الشهر وفين السنة؟ ده كده شهر 10 ودي السنة 2024. بناخد 24 بس ونسيب 2000 وبناخد 10، يبقى 10/2/4، يبقى 10/2/4. الموضوع سهل يا جماعة. 10/2/4 يبقى شهر 10 سنة 24 ل2024. بنسيب 2 والصفر وناخد 2 و4. هنا بنكتب ال3 أرقام اللي في الآخر دول، 216 20216 216 تمام. بنيجي هنا الولايات المتحدة، بنكتب هنا الرمز البريدي 90001 ونضغط حفظ. بالنسبة لو الولايات المتحدة مكتوب عندك أي دولة تانية بتفتحها وتغيرها للولايات المتحدة. بعد كده بنضغط حفظ. تمام يا جماعة، تم إضافة الفيزا بنجاح. الخطوة اللي بعد كده إن إحنا بنروح نفتح اللعبة تمام. بنفتح اللعبة من هنا برضك، مش إحنا ضفناها، بنفتحها من هنا ونضغط على 8 بول. نسجل حسابنا عادي. تمام. بالنسبة للناس اللي مش عايزة السيلفر بتاعها في اللعبة يتحول لسيلفر أمريكي، احنا كده خلاص مش محتاجين السيلفر الأمريكي. ممكن نفتح البرنامج تاني ونعمل له إيقاف، عشان ممكن السيلفر بتاعك يتغير في اللعبة على حسب دولتك. لو انت من مصر ممكن يتحول أمريكي لأنك فاتح VPN أمريكي. هنضغط هنا على علامة صح هنا ونضغط OK. كده خلاص العلامة اللي فوق اختفت تمام. كده لغينا السيلفر. نفتح اللعبة من هنا، انا اسف ضغطت غلط. نفتح اللعبة من هنا ونسجل حسابنا.
تمام، نضغط تأكيد متابعة. تمام، نضغط على ستارت فري. تمام، نضغط على اشتراك كده. الفيزا اهيت، الفيزا اللي احنا ضفناها. هنا نكتب الباسورد بتاع الجيميل اللي انت عملته. لا شكرا، موافق. اكتمل الدفع بنجاح. تمام يا جماعة، وكده فتحت معانا بالشكل ده. المهم دلوقتي الطاولة فتحت معانا. مبروك علينا الثغرة يا جماعة. تمام، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الشرح ده عجبك، واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع السلامة، وفي رعاية الله.